لسبب ما في صفات سيئة كالجحيم موجودة في المجتمع ومحدش بيتكلم عنها وواخد باله ان احنا لازم نلغيها ونجلد مستخدمينها. صار الجميع للحزن أسير من الفرح قلبي يطير. أول صفة هي الأنفة، مش عارفة ده اسمها ولا لأ، بس هي هذا الشخص اللي وشه عامل كده طول الوقت، جاضد من كل حاجة، اللي طول الوقت أنفان والتعامل معاه صعب ورخم. تفكير الشخصية الأنفة إن أي حد يعكر مزاجي هو عدوي اللدود، ولو أنا مزاجي مش مظبوط لسبب ما لازم كله يراعي ده. زي المدرس اللي داخل متعصب من خناقة مع المدير مخليك خايف تسأله أي سؤال في المنهج تخوفا من رد فعله. في بعض البياعين في الأكشاك أنا بتضايق وأنا بشتري منهم، بحس نفسي مصدر إزعاج. أو الأهالي اللي انفعالهم على أولادهم بيبقى حسب نتيجة الماتش اللي فات. يعني هنا دكتور عماد راشد عثمان كان بيقول في بودكاست مع أحمد أبو زيد: انا بقى كابن واخد هذه الحال الموجه العنيفه من غضب الاب والام. انا في حاجه غلط، انا مش كارهه هو، بس انا اللي في حاجه غلط، انا اللي ممكن اكون عملت كذا انا. وطول الوقت بعد الموقف ده ومواقف كثيره من هذا الشكل بيكبر الابن غير قادر على حتى ان يتحدث مع ابوه، لان طول الوقت خايف، لان الاب غير متوقع. احيانا الفعل اللي قد كده بيلاقي غضبه صح. قد كده. أنا شايفة الشخصية دي طفولية جدا. المفروض البني آدم لما يكبر بيعرف يتحكم في مشاعره وعارف يقول ايه وازاي لكل حد، مع انه لسبب ما الشخصية دي بتظهر في الأفلام كحد غالبا بنت وبتبقى كأنها كاريزما أو جامدة. بس لأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار عليه؟ على كل هين لين قريب سهل. ألم وندم يأس وشجون. ال I am just girly اوكي، هي مش صفة، كان ترند ولسبب ما الناس اتخذته شخصية عشان تبرر الحماقة والتفاهة والسخافة وكل الصفات السيئة. كان في واحدة كاتبة بوست جميل عن الموضوع ده، بتقول: من عجيب أفعال بعض الفتيات التي أراها ومحاولة الظهور عمدا بصورة الساذجة الضعيفة محدودة الذكاء التي تغرق في شبر ماء، وأظن أن ذلك ناتج عن الربط الخاطئ بين السذاجة والكياتة وتحقيق نموذج الجست جيرل، وفي النهاية لا يتحقق إلا الشطر الأول من المعادلة. كانت النساء قديما تمدح وتخطب وتبذل لها المهور لأجل رجاحة عقلها وحسن تصرفها وجودة إدارتها لأمور حياتها وأمور عملها في بعض الأحيان. أتذكر أني قرأت ذات مرة أن سبب زواج عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم من زوجه أنه رآها وهي تدير تجارة لها بشخصية ذكية ونفس قوية وعقل لا يضام، فعرف ذلك فيها وتزوجها. وعارفة ان بنات كتير هتقول: انتي مكبرة المواضيع ليه، ده هزار بس، ها 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 ها. فأول حاجة أنا عندي نظرية بتقول ان الهزار دايما حقيقي، ان شاء الله بثبتها بعدين. تاني حاجة، هو كده طعم الهزيمة أشياء تخلي لحياتي قيمة. الفيكتيم منتاليتية، انا مش عارفه اللي بسميه صفات كده، هي ان الواحد يعيش دور الضحيه، العيال اللي لسه مخلصين امتحانات واي طالب مع اي درجه وحشه الخ الخ الخ. اتكلمنا عنهم في هذا الفيديو، بس كان لازم نعيد الكلام لان كلنا فينا هذه الصفه، حتى انت. تخرب وتحطم إزعاج الجيران. الازعاج بكل اشكاله، الزن، وده يندرج تحت حاجات كتير. يعني مثلا القماصين او الناس اللي بتتكلم في المواصلات ولازم تسمع العربية كلها. يعني دي حاجة بسيطة، بس لما تبقى راجع من يوم دراسي طويل وعايز بس تنام وتبقى مضطر تسمع قصة الشخص اللي وراك كلها مع مامته، دي حاجة بتعصب. والناس اللي بتشغل فيديوز بصوت عالي بالاخص في المواصلات، انا مش عارفة ليه بيعملوا حاجة زي كده اصلا. وسواقين الميكروباص اللي مش عارفة مين اداهم الصلاحية انهم يشغلوا اسوأ اغاني في الكون باعلى صوت. وعامة لسبب ما الناس على ريدت متعصبين من الصوت العالي بشكل كبير. والصواريخ، انا فاكرة ان مشكلة حياتي في ثانوية عامة ما كانتش المذاكرة او ضغط او ايا يكن، كانت الاطفال اللي بيبدأوا يولعوا صواريخ العيد قبل رمضان بشهر. الصواريخ مع انها لعبة جميلة وكل حاجة، بس ما بتتلعبش برا الموسم بتاعها اللي هو يومين العيد بس. لسبب ما الازعاج في الدول العربية، الدول الشرق اوسطية، مش بيعتبر كجريمة او مشكلة، بس هو حاجة بتأذي ناس كتير جدا.
بالأخص الناس اللي بتذاكر، فيعني ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فنتمنى يا صديقي المشاهد انك ما تكونش بتعمل كده، ولو بتعمل كده فالغي العادات دي. وبس هنا يكون الفيديو للأسف الشديد خلص. بالنسبة للفيديوز المقترحة ده أهم فيديو وفوضى، غضب وجنون، رائحة قمامة، طعم هزيمة، أشياء تخلي لحياتي قيمة.